سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فيلمنا النهارده هو الجزء الثاني من سلسلة أفلام ايرون مان أو الجزء الثالث من سلسلة أفلام عالم مارفل. بس قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو وهات فشارك وشايك ويلا بينا على الفيلم. أحداث الفيلم بتبدأ بعد شهور من أحداث الجزء الأول، وبيكون واحد اسمه ايفان فانكو بيتفرج على الأحداث دي، وأبوه بيكون على فراش الموت وبيبقى عايز يكلمه فبيقرب منه، وأيفان بيقول له إن الشهرة والفلوس بتوع توني دول المفروض كانوا من حقه هو، ولكن أبوه بيقول له يسيبه من الكلام الصغير ده ويركز معاه، وبيديله مخطوطة كان عاملها هو وهوارد ستارك أبو توني قبل ما يموت، وبيلاقي في المخطوطة دي طريقة صنع البطارية اللانهائية اللي في صدر توني، وهنا ايفر بيقرر يصنع البطارية الخاصة بيه ويستخدمها عشان يعمل بدلة حربية زي بتاعة توني. وبنروح لتوني اللي بقى بطل العالم للسلام بعد ما وعد انه هيحمي العالم كله باستخدام البدلة الحربية بتاعته، وبنعرف كمان انه بعد الجزء الاول ب6 شهور توني استخدم قوة البدلة بتاعته عشان يخلي كل دول العالم توقع معاهدات سلام عالمية، وشعبيته بدأت تزيد اكتر واكتر بين الناس، وكمان حقق حلم ابوه فتح معرض ستارك في مدينة نيويورك، وفي المعرض ده هيتم عرض احدث الاختراعات بتاعت شركته عشان الناس تقدر تشوفها، وفي الافتتاحية بتاعت المعرض بيطير ببدلته وبيعمل دخول رايق على المسرح يليق بمقامه كرمز للسلام العالمي، وورا الكواليس بيعمل فحص على دمه وبيعرف ان البطارية اللي في صدره بدأت تسمم جسمه بشكل بطيء، ولما بيخرج من المعرض مع صاحبه هابي بيقابل واحدة بتكون هناك عشان تديله امر استدعاء المحكمة العسكرية ليه عشان الجيش عايز يستفسر منه عن كام حاجة كده بخصوص البدلة بتاعته، وبيروح يسهر مع صاحبه وتاني يوم بيروح المحكمة وبيبدأ يرد على اسئلتهم باجابات شبه مضحكة بعد ما بيسمع ان الجيش قرر تحديد البدلة بتاعته كسلاح. الصراحة حاجة غريبة قوي، يعني بدلة حربية تبقى سلاح ازاي؟ وبعدين بيجي جيمس اللي حوله اسود بعد ما كان ابيض في الجزء اللي فات، وبيبدأ يقدم نتائج التحقيقات اللي وصلوا لها بخصوص بدلة توني، وبيكون قاصد يقدم التحقيقات بطريقة تفيد صاحبه توني، ولكن السيناتور ستيرن بياخد كلام جيمس بره السياق بتاعه بحيث يبقى ضد مصلحة توني، وهنا توني بيتضايق وبيبدأ يقول لهم ان هو والبدلة واحد ومش مستعد يسيبها، وبيهكر الأجهزة بتاعتهم وبيوري لهم ان دول كبيرة بتحاول تعمل بدلة زيه ولكن مش عارفين، والدول دي زي ايران وشمال كوريا ودول تانية كتير، وكلهم فشلوا انهم حتى يعملوا بدلة حربية مقاربة لمواصفات البدلة بتاعته، وبيبدأ يوريهم فيديوهات من النماذج الفاشلة بتاعتهم عشان يصدقوا كلامه، وبعدين بيأكد لهم رفضه القاطع لانه يسلم لهم البدلة وبيسيب لهم المحكمة وبيمشي، ولما بيرجع البيت بيبدأ يحلل النماذج القديمة والجديدة من البدلة وبيشوف هيقدر يطور فيها حاجة ولا لا، وشوية بيبر بتخش عليه وبتبدأ تتناقش معاه عن مستقبل شركات ستارك، وبيوضح لها ان اسعار الشركة دلوقتي اكتر من اي وقت عدى عليهم، وانه بيعمل منها فلوس اكتر من الفلوس اللي بيعملها كمدير تنفيذي للشركة، وعشان كده قرر انه يعتزل من منصبه كمدير ويركز بشكل كامل على تطوير البدلة بس، وهنا بيقرر يعين بيبر المدير التنفيذي الجديد للشركة، وتاني يوم فعلا بيجيبوا كاتبة عدل وبيبر بتمضي بشكل رسمي على ورقة تعيينها كمدير تنفيذي، وبنشوف توني وهو بيتمرن مع صاحبه هابي على الملاكمة، واسم كاتبة العدل بيكون ناتالي راشمان، وبتطلع على الحلبة مع هابي وتوني بيبص في الملف بتاعها، وبعدين بتمسك هابي مقص طاير تجيبه الارض وسط دهشته هو وتوني وبيبر، وتاني يوم توني وبيبر بيسافروا موناكو عشان يحضروا حفلة هناك ويتفرجوا على سباق عربيات عشان شركة ستارك بتبقى الراعي الرسمي المتسابق مشهور، وفي الحفلة بيقابل ايلون ماسك صاحب شركة تسلا، وبعدين بيقابل الصحفية كريستين واللي بتعرف ان بيبر بقت المدير التنفيذي لشركة ستارك، وبتقول لهم انها هتحط صورتها على الاصدار اللي جاي من المجلة، وبعدين توني بيدخل الحمام وبيعمل فحص دم تاني لنفسه، وبيلاحظ ان نسبة التسمم في جسمه بسبب البطارية اللي في صدره زادت عن الاول بشكل مخيف، وعشان ينزلها لازم يحط نفسه في مواقف اكشن، فبيقرر ان هو اللي هيسوق العربية اللي في السباق بدل المتسابق اللي تبع شركته، وفعلا بيبدأ السباق، لكن بنشوف ايفان اللي كان عامل نفسه ميكانيكي تبع فريق من الفرق وتحت هدومه بيبقى لابس جهاز متوصل بكرباكين كهرباء شغالين بالبطارية النهائية اللي عملها لما ابوه مات، وبيبدأ يستخدم الكرباكين اللي معاه وبيقسم العربيات كلها النصين واحدة ورا التانية لحد ما بيوصل لعربية توني، وفي الوقت ده بنشوف بيبر وهابي اللي جاب الشنطة اللي فيها البدلة المسلحة بتاعت توني وبيطلعوا يجروا عشان يدوها له، وبيخبطوا ايفان بالعربية ولكنه بيقعد يكسر فيها بالكرابيك، وبيبر بترمي البدلة لتوني بسرعة وبيبدأ يلبسها ويتحول للرجل الحديدي، وبعدين بتبدأ المعركة بينه وبين ايفان، ولكن بنلاحظ ان المعركة من طرف واحد بس لصالح توني اللي بيكسب بسهولة وبياخد من صدره البطارية ويخلي جارفاس يحللها وبعدين بيدمرها بايده، وشويه والشرطه بتوصل وبتاخد ايفان وهما بيسحبوه بيفضل يزعق ويقول انت هتخسر يا توني، وبنلاحظ ان الجمهور كله مذهول من اللي حصل ما عدا جاستن هامر صاحب شركه هامر واللي بتحاول تنافس شركات ستارك بتاعت توني، وبنشوفه وهو بيبتسم، وبعدين توني بيزور ايفان في السجن عشان يطلع منه باي معلومه، ولكن كل اللي بياخده من ايفان انه بيحاول يستفزه ويقول له احساسك ايه وانت هتموت من البطاريه اللي في صدرك قريب.
وهامر بيقرر يهرب ايفان من السجن ويستفيد منه، وبيبعت له اكل وبيكون مخبي فيه قنبله، وكمان بيبعت له سجين بنفس اسمه. وهنا ايفان بيفهم الفكره وبيقتل السجين على انه هو، وكمان بيقتل الحارس كانهم قتلوا بعض يعني، وبيفجر المكان قبل ما يمشي منه. ولكن بيقابل رجاله هامر واللي بياخدوه يودوه عند زعيمهم، وهنا هامر بيتفق معاه انه يديله كل الموارد اللي هيحتاجها لو وافق يشتغل عنده ويصنع البدل الحربيه. وطبعا ايفان بيوافق، وهامر بياخده يوري له التصاميم الفاشله اللي حاولوا يعملوها قبل كده، وايفان بيقول له انه هيصلح له كل حاجه، ولكن بس محتاجهم يجيبوا له البغبغان بتاعه من بيته في روسيا. وبنرجع لتوني وبيبر وهم مروحين، وبيشوفوا في الاخبار السيناتور ستيرن وهو متضايق ومتعصب، وبيقول ان توني ضحك عليهم وان في احتمال ياخدوا قرار بانه خطر على الدوله ويعتقلوه كمان، لانه قال لهم ان محدش هيقدر يعمل البطاريه اللانهائيه غيره هو. ولكنهم شافوا ايفان اللي عمرهم ما سمعوا عنه قبل كده وهو عامل نسخه منها. ولكن بيبان على توني اللامبالاه وبيقعد يتكلم مع بيبر، واللي بتقول له انها عارفه انه مخبي عليها حاجه ومش راضي يقول لها، ولكنها ما بتضغطش عليه. وتوني بيرجع البيت وبيبدا يبحث عن معلومات عن ايفان، وبيعرف ان ابوه كان صاحب وشريك ابو ايفان اللي هو فانكو، واللي كان واحد من مؤسسين شركه ستارك. ولكن هوارد ستارك عرف في يوم ان فانكو كان متفق مع الاتحاد السوفيتي انه يبيع لهم اسلحه، وعشان كده بلغ عنه واتقبض عليه بتهمه الخيانه ونافور روسيا لبقيه حياته. وهناك ابنه قرر انه ينتقم من شركه ستارك لما يكبر. وبعدين بنشوف توني اللي بيقع من على الكرسي، ولكن جيمس بيوصل وبيسنده وبيساله في ايه، وتوني بيقول له ان البطاريه اللي في صدره بدات تسممه من فتره. وجيمس بيقول له ان الفتره الاخيره كانت صعبه عليه هو كمان، عشان كان بيحاول يحسن من صوره توني قدام الجيش اللي عايز يروح ياخد البدل الحربيه كلها منه ويستخدمها في الحروب. وبعدين توني بيبدا يجهز لحفله عيد ميلاده، وبيسال ناتالي لو ده كان اخر عيد ميلاد ليها هي كانت هتعمل ايه، وبتقول له انها كانت هتعمل اي حاجه هي عايزه تعملها حتى لو كانت خايفه تعملها. وفي الحفله دي بيبقى سكران وعمال يرقص بالبدله بتاعته، وبيبر وجيمس بيشوفوه، وجيمس بيتعصب من اللي هو بيعمله، وبيروح يجيب البدله مارك 2 ويلبسها ويتحدى توني في معركه، واللي بتنتهي بالتعادل ما بينهم. ولكن جيمس بياخد البدله ويوديها للجيش عشان يبطلوا يضغطوا عليه، وبيكلموا هامر اللي بيروح يفحص ويدرس البدله، وفي المقابل بيديلهم اسلحه متطوره. وبعدين توني بيبقى قاعد فوق يافطه الدونات بتاعت محل مشهور في امريكا، لما نيك فيوري رئيس الدرع اللي هو فريق الابطال الخارقين يعني بيروح يكلمه، وبيقول له ان في مشاكل كبيره لازم يحلها. وهنا توني بيساله هو بجد في جماعه الابطال الخارقين وفيها ناس بتطير وكده يعني، وفيوري بياكد له انها حقيقيه، وان هوارد ابو توني كان واحد من مؤسسينها كمان. وشويه وبتوصل الناس اللي هيساعدوه في حل المشكله، وبيبقوا العميل فيل وناتالي اللي اسمها الحقيقي بيتضح ان هو ناتاشا رومانوف، واللي كانوا زارعينها في شركه ستارك عشان تراقب توني. وتوني بيتفاجئ بالكلام ده وبيقول لها طب انت مطروده، فبتقول له انه ما يقدرش يطردها لان المهمه دي تبع فريق الدرع، وانها هي وفيل رايحين معاه سواء كان عافيه او ذوق عشان ما يبوظش المهمه دي، وبتقوم تمشي. وهنا فيوري بيقول له انه عارف عن حوار التسمم بتاع بطاريه صدره، ولكن توني بيقول له انه جرب كل حاجه ومش لاقي حل. ولكن ناتاشا بترجع وبتحقنه بمصل بيأخر من وصول التسمم لقلبه بشكل كبير، وده بيديله وقت اكتر انه يدور على علاج ليه. ولحد ما يجي ميعاد المهمه بيجبروا توني يقعد في البيت وما ينزلش، وفيوري بيقول له معلومات اضافيه عن علاقه فانكو ابو ايفان بهوارد ستارك، وكمان بيديله صندوق فيه ادوات قديمه من بتاعه ابوه يمكن يقدر يستفيد منها في انه يلاقي علاج للتسمم. وتوني بيقول لهم متشكرين قوي لحد كده، تقدروا تتفضلوا وتمشوا لو عايزين. ولكن فيل بيقول له انه هيقعد جنبه يونسه لحد ما يلاقوا علاج للتسمم. وبعدين توني بيتفرج على فيلم لابوه سنه 1974 كان موجود في الصندوق اللي جابوه له، وبيشوف فيه نموذج مصغر قديم كان عنده في المكتب، فبيروح يجيبه وبيقعد مع بيبر يمكن يكتشفوا حاجه منه. وبيبدا يلاحظ ان النموذج ده بتاع التركيب الذري لعنصر جديد ابوه ما قدرش ينتجه في الحقيقه لما كان عايش، ولكن توني ممكن يقدر ينتجه باستخدام التكنولوجيا الحديثه بتاعه العصر اللي هو فيه. وبيروح يخصص ويجهز مكان في بيته، وبيعمل جهاز مسرع للجزيئات ويستخدمه عشان ينتج العنصر الجديد ده، وبيعمل من العنصر ده نسخه محسنه من البطاريه اللانهائيه، وبكده يبقى عالج التسمم اللي عنده. وهنا فيل بيودعه وبيقول له ان كده مهمته في مراقبته انتهت وبيمشي. وبنروح لمصانع هامر وبنشوف البدل الجديده اللي عملها ايفان واللي فيها طيار آلي ومش محتاجه حد يسوقها. وهنا هامر بيغدر بيه وبيحبسه ويوقف عليه حراسه كمان، وبيروح يقدم البدل بتاعته للناس على انه هو اللي صنعها بنفسه، وبيشاركوا في العرض العقيد جيمس جوه البدله مارك 2. ولكن بنعرف ان ايفان هو اللي معاه التحكم الكامل بالبدل دي، وبيبدا يديهم اوامر يهاجموا الناس. ولكن في نفس اللحظه دي توني بيوصل وبيبدا يدمر في البدل دي، وبيحاول يتجنب هجمات العقيد جيمس اللي بيبقى فاقد التحكم في البدله. وفي الوقت ده هابي
وناتاشا بيروحوا مصنع هامر عشان يوقفوا التحكم بتاع ايفن، وهناك بيبداوا يحاربوا الحراس، وهابي بيبقى فرحان بعد ما بيهزم له حارسين، ولكن بيحبط لما بيشوف ناتاشا وهي منيمه اكتر من 10 رجاله على الارض. ولما بيوصلوا للاوضه اللي ايفن كان محبوس فيها بيعرفوا انه هرب جوه بدله متطوره كان صانعها لنفسه. وبنرجع تاني لهامر بعد ما البدل بدات تهاجم في الناس اللي في المؤتمر، وبنشوف توني واللي بيكون لسه بيحاربهم، وبنروح لناتاشا وبيبر اللي بيساعدوا في القبض على هامر، وناتاشا بترجع التحكم لجيمس في بدلته من تاني، وبيبدا يساعد توني في انه يقضي على البدل الحربيه اللي باقيه. وبعد شويه ايفن بيوصل بالبدله الحربيه والكرابيك الجديده وبيبدا يحاربهم، وبتبقى ليه اليد العليا في القتال، ولكن قبل ما بيقضي عليهم بيضربوه هما الاثنين في نفس الوقت باشعه واللي بتنفجر وتدمر بدله ايفن. ولكن بنعرف ان ايفن كان حاطط خاصيه تفجير ذاتي في كل البدل بتتفعل اول ما يتهزم، وهنا توني بيجري عشان يلحق بيبر قبل ما تموت من الانفجار، وبيطير بيها ويوديها على سطح بيت، وبيبر بتستقيل من منصبها كمدير تنفيذي وبتعترف له بحبها، وتوني بيحكي لها على حوار التسمم اللي كان مخبيه عليها. وشويه وجيمس بيوصل وبيقول لهم اجيب لكم 2 ليمون طب دلوقتي ولا استنى شويه. وبعدين فيوري بيقول لتوني انه مش مناسب كبطل، ولكنهم لسه عايزينه في فريق الابطال ولكن كمستشار، وتوني بيوافق بس بشرط انهم يعملوا له حفل تكريم، واللي يلبسه ميداليه الشجاعه يكون السيناتور ستيرن بنفسه، واللي بيكون باين عليه متغاظ قوي وهو بيلبسها له. وبعدين بنشوف العميل فيل وهو بيكلم فيوري وبيقول له انهم لقوه، وبيتضح لنا ان هم بيتكلموا عن مطرقه ثور، والفيلم بيخلص على كده. والقصه هتكمل في الفيلم اللي بعده. للي ما يعرفش احنا بنلخص سلسله عالم مارفل الفتره دي من طقطق لسلام عليكم، فما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من السلسله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.